اخواتنا الزملكاويه الشيوخ علماء الازهر اللي طلعوا وفضلوا يشتموا في حسين الشحات وازاي سب بالدين. طبعا سب الدين طبعا حرام ومحرم، ماشي معاكم في كل حاجه. انما انا عايز اقول لكم امبارح في مباراه اليد اللي احنا بقلشناكم فيها وعملنا رومنتاتا وكسبناكم 26-25 بعد ما كان فارق 4 اهداف او 5 اهداف، وطبعا دول في اليد كيمياء. فالمهم يعني عشان ما نخرجش بره نطاق الموضوع، لاعب عندكم اسمه عمر الفولي سب بالدين للحكم، ثم تف على الحكم، ثم مسك كرسي وعايز يطلع يضرب الحكم. سيبك من الضرب وسيبك من التف، مع ان اصلا الضرب والتف دوت يعني جريمه لوحدها ولها عقاب في الكوره طبعا، سواء قدم يد سله اي حاجه. انما تعالى قول لي انت فين من سب الدين اللي سب عمر الفولي امبارح يا زملكاوي؟ ولا حسين الشحات لما بيسب الدين بيبقى يقيم عليه الحد، ولاعب من الزمالك يسب الدين يبقى كده هو حلاوه وهريسه ويتضم لصفقه الاساطير زي شيكابالا؟ يعني جاوبني، انت فين الاعلام الزملكاوي من امبارح؟ فين من اللاعب ده؟ طيب هل اللاعب دوت هيتعاقب ويتوقف ولا مش هيتعاقب ولا يتوقف؟ يعني يوم الثلاث في الماتش الثاني الاهلي والزمالك هنلاقي اللاعب دوت بيلعب عادي ومفيش اي حاجه؟ يبقى كده قمه الكوسه. وطبعا انتم متعودين على الكوسه يا زملكاويه، ولكن احنا عندنا ماتش مهم، يا رب نكسب افريقيا، يا رب نكسب الترجي النهارده نفضى من افريقيا، وبعد كده نجيلكوا انتوا والاسيوطي بالاخطاء التحكيميه وبالاخلاق الاخلاقيه وبالحركات اللا اخلاقيه اللي بتظهر منكم. وعايز اقول لكم ربنا كبير، هتروحوا مننا فين؟ واللي بيشتم بيخش النار، وانت بتشتمني ليل ونهار، ربنا يسامحك. صباح الخير.